لو قفلتي الفيديو دلوقتي فانتِ اخترتِ تفضلي زي ما انتِ، مرهقة، مطفية، وبتقنعي نفسِك إن ده عادي، بس لو قبلتِ التحدي وكملتِ الفيديو في 10 أيام بس ممكن ترجعي واحدة تانية خالص، اللي انتِ عايشاه مش ده العادي، ده استنزاف، ولو كملتِ بالشكل ده مش بس هتتعبي أكتر، انتِ هتضيعي من نفسِك واحدة واحدة. فيديو النهارده مش نصايح، ده نظام حياة هنمشي عليه مع بعض. 5 جوانب في حياتِك لو اتصلحوا حياتِك كلها هتتغير، بس خليكِ مصحصحة ومركزة لأن كل نقطة جاية أهم من اللي قبلها. هاتي مشروب من أي حاجة بتحبيها ويلا بينا نبدأ. بصي لي كده في المراية، شايفة التعب اللي تحت عينك؟ شايفة بهتان روحك اللي بقى بيسبق بهتان وشك؟ بتصحي وتنامي علشان تعملي للكل كل حاجة ونسيتي نفسك في الزحمة؟ يبقى ما غلطتيش انك مكملة معايا لحد دلوقتي. عاوزاكي تعتبري فيديو النهاردة روشتة انقاذ ليكي، خطة من 10 ايام هنرمم فيها اللي اتكسر في نفسيتك وهنغير فيها جوانب حياتك واحد واحد. لو مش جاهزة تتغيري اقفلي الفيديو، ما تتعبيش نفسك، لأن عزيمتك هي أول حاجة في خطة التغيير. أنا عاوزاكي ترجعي نورة البيت، واللي هقولهولك النهاردة هيقلب موازين يومك. أول حاجة الجانب الديني، البنزين الحقيقي، علاقتك مع ربنا. وما تقولولناش بقى هو انتوا كل حاجة هتربطوها بالدين. اه يا جماعة، احنا لازم يكون الدين هو مرجعنا الأساسي، لأن هو ده السند الحقيقي. أول حاجة لازم تفهميها إنك مش تعبانة من المسؤوليات، انت تعبانة علشان قلبك فاضي، بتجري طول اليوم من غير سند حقيقي. وعلشان العمارة تفضل واقفة لازم أساسها يكون حديد، وأساسك هو علاقتك بربنا. مش هقولك ابدأي بحاجات صعبة، بس هقولك اثبتي. يعني ايه؟ عارفة ايه اللي بيخلينا نوقف الحماس؟ اننا بنبدأ غلط، بنتحمس فجأة فنقرر هنصلي وهنلتزم وهنصلي السنن وهنقرا جزء كامل كل يوم ونقيم الليل، فنحس بإرهاق، نزهق، فنوقف كل حاجة. أنا مش عاوزاكي تعملي كده، أنا عاوزاكي تستمري. والسر في الثبات خطوات صغيرة. لو مش منتظمة في الصلاة ابدأي بإنك أول ما الأذان يأذن سيبي كل اللي في إيدك فورا وقومي صلي. هي دي الخطوة المهمة اللي لو عودتي نفسك عليها أول يوم تاني يوم الصلاة دي هتبقى موعد مقدس، مفيش حاجة هتسبقها. هتلاقي نفسك تالت يوم بقيتي مستنية الأذان وبلهفة. خلاص اتعودتي، وده علشان الصلاة طبعا هي أهم ركن، ما ينفعش إن احنا نجادل فيه ولا ناخد وندي فيه. ما ينفعش أقولك صلي النهاردة وريحي بكرة، لا، لازم ناخد الصلاة إنها أساس حياتنا، هي الوقود اللي بيحركنا. معاها بقى عاوزين نضيف حاجة تانية، فاختاري حاجة واحدة أو اتنين بالكتير. ما تضغطيش على نفسك في البداية، ابدأي بيهم وربنا يسهل الحال. ركعتين قبل النوم، أذكار الصباح والمساء. المهم تلتزمي بالتحدي ده لمدة 10 أيام، دول كأنهم هوا بتتنفسيه. وصدقيني لما تاخدي الحكاية واحدة واحدة عقلك وجسمك هيتعودوا، وهتلاقي نفسك بتكبري في الطاعة من غير ما تحسي بتقل أو ملل. وانتي اللي هتبقي عاوزة تزودي حاجة تانية، وهو ده الترميم الحقيقي. احنا عاوزين نبني صح، مش نبني بسرعة ونقع. تاني جانب الجانب الصحي، إعادة تشغيل جسمك. نيجي بقى للركن اللي لو اتصلح حياتك كلها هتتغير، ترميم صحتك ونفسيتك مع بعض. جسمك بقاله كتير بيستحملك بس خلاص بقى بدأ ينهار. دلوقتي خلينا نواجه الحقيقة انك مش كسولة، انت مستنزفة. عاوزاكي تفهمي ان جسمك ده مراية للي جواكي. طول ما انت شايلة الهم وكاتمة في نفسك هتفضلي تحسي بخمول ووجع في ظهرك ووشك باهت. يلا في خطة ال10 أيام نعمل تنظيف شامل. أول حاجة هنبدأ بيها هي النفسية. ابعدي عن أي بني آدم بيسحب طاقتك أو بيخليكي تحسي طول الوقت إنك مقصرة. ابعدي عن الناس اللي كلامهم يسم البدن، ووفري طاقتك دي لبيتك ونفسك. تاني حاجة ابدأي اروي عطش جسمك بالمية. المية مش بس علشان العطش، دي بتغسل التوتر وبترجع لوشك نوره. ولو عديتي ال30 يبقى لازم تدوري على الفيتامينات اللي ناقصاكي وتنتظمي عليها. مش هقولك روحي حللي واعملي 10 تحاليل عشان الموضوع ده بيزهقنا شوية، علشان تعرفي عندك ايه او ناقصك ايه. بس طبيعي انتي واحدة ست عارفة انتي ايه اللي بيتعبك، بتدوخي كتير يبقى الحديد ناقص، يبقى
هتجيبي حاجة ترفع معاكي مخزون الحديد وتكون خفيفة على معدتك. انت مش بتتعرضي للشمس فأكيد ناقص عندك فيتامين د. إزازة فيدروب كل شهر كده هتظبط معاكي الدنيا، لأن نقص الفيتامينات هو اللي بيجيب الاكتئاب وبيضيق خلقك. وكلي أكل يحييكي، مش هقولك ابعدي عن كذا وكذا، هقولك كلي كل حاجة بس قللي شوية. قللي من السكريات والمعجنات اللي بتخليكي عاوزة تنامي طول النهار، واستبدليها بحاجات تديكي طاقة وتركيز. وعلشان أكون صريحة معاكي، الطاقة مش بتيجي من كتر القهوة والمنبهات اللي بتاخديها ومن نسكافيه اللي بيسهرك وبيتعب أعصابك. الطاقة الحقيقية في البدايل اللي بتصحصحك وتنعش جسمك. بدل الحلويات والمخبوزات تبدليها بسوبر فود الغلابة، حفنة مكسرات كده بسيطة أو تمرتين مع كوباية لبن الصبح هيظبطوا معاكي الدنيا خالص، هيدوكي طاقة تدوم ساعات. اهتمي بالبروتين في أكلك، ومش لازم لحمة وفراخ، ممكن البيض، الفول، أو حتى الجبنة القريش. الحاجات دي بتبني جسمك وبتحسسك بالشبع والنشاط. ولو حاسة انك دايما مهبطة، جربي تشربي مشروبات الانتعاش، اليانسون، الجنزبيل، حاجات بتهدي الأعصاب وفي نفس الوقت بتنشط الدورة الدموية. في العشر أيام دول انت بتعلمي جسمك نظام تشغيل جديد، بتقللي العادات اللي بتقلك وبتكتري العادات اللي بتخفف عن جسمك وتنعشه، علشان تقدري تتحركي في بيتك بخفة وفرحة، مش كأنك شايلة جبل فوق ظهرك. وافتكري دايما اللقمة اللي بتاكليها دي يا بتديكي طاقة تعيشي يا بتسحب منك عمرك وصحتك. اختاري صح. عاوزاكي تكوني أنانية شوية في راحتك وصحتك، لأنك لو نورتي من جوه واهتميتي بجسمك، البيت كله هيقوم على رجله بيكي. انتِ مش مجرد مكنة شغل، انتِ روح محتاجة رعاية علشان تقدر تواصل. دوري على راحتك وتظبيط حياتك ونفسيتك، وابعدي عن أي حاجة تعكر دمك. ولو في خناقة ملهاش لازمة انسحبي منها. لو مكالمة هتجيبلك النكد أجليها أو الغيها خالص. صحتك النفسية هي المحرك الأساسي لجسمك وليومك وبيتك وحياتك كلها. الجانب التالت الجمالي، الدلع حق مش رفاهية. نيجي بقى لحتة الدلع اللي بتفرق معانا كلنا كستات وبتغير نفسيتنا 180 درجة. وعلشان نكون متفقين، الجمال مش محتاج ميزانية بالآلاف، هو بس محتاج شوية ذكاء. وبحاجات بسيطة قوي ممكن تهتمي بنفسك وجمالك. انك تخلي ميزانية بيتك لصالحك. ازاي؟ عاوزاكي توفري المصاريف اللي بتضيع في حاجات ملهاش لازمة، واي فكة معاكي او مع جوزك ولادك حطيها في علبة كده على جنب. وكل فترة هاتي لنفسك اكسسوار جديد، روج لونه حلو، طرحة جديدة عجباكي. كافئي نفسك. المكافأة دي بتبعت رسالة لعقلك إنك غالية، والست الشاطرة هي اللي بتعرف تطلع الحاجة اللي تبسطها بنفسها من وسط الميزانية. وابدأي يومك صح علشان تودعي الهالات السوداء والانتفاخات اللي تحت العين. أول ما تصحي اغسلي وشك بمية فترة، واستخدمي كمادات الشاي البارد. أظن مفيش أسهل ولا أوفر من كده. يعني مش جايبالك حاجات صعبة ولا خزعبلية. أو تعالي أقولك على أوفر كمان، حطي معلقتين يسقعوا في التلاجة لمدة دقيقتين وحركيهم تحت عينك. الحركة دي بتنشط الدورة الدموية وبتخلي عينيكي كلها حيوية. وقبل ما تنامي اشربي مية وحاجة دافية، وسيبي الموبايل قبل النوم بساعة، وادهني منطقة العين بمرطب وبحركة طبطبة رقيقة كده. الصبح هتلاقي وشك مشدود ومنور. تعالي بقى لمشكلتنا كلنا، عاوزة أخس والجيم والاشتراكات غالية. لو وزنك زايد أو حتى مجرد عاوزة تحافظي على جسمك من غير حرمان، طبقي قاعدة الحركة المنزلية. وانتي بتطبخي، بترتبي، مشي جسمك، اعملي تمارين بسيطة، أو شغلي نص ساعة رياضة كده من اليوتيوب في الصالة. والبسي لبس مريح. السر مش في التمارين الشاقة، السر في انك متفضليش قاعدة. وبدل ما تاكلي طبق رز كبير، صغري طبقك شوية وكتري من السلطة، واشربي مية كتير قبل الأكل. النظام ده مريح وبتاكلي كل حاجة بس بتقللي الكميات. ويا ريت نمنع العشاء. لو جوعتي بالليل، خدي واحدة فاكهة أو شوية فشار وخلاص. كده هتحافظي على جسمك وتحمي نفسك من الزيادة وبذكاء ومن غير ضغط. الجمال محتاج خطوات بسيطة وشوية اهتمام، وانتي تستاهلي تشوفي نفسك أجمل واحدة في الدنيا. رابع جانب، إدارة البيت بذكاء. ازاي تسيطري على البيت من غير ما تنهاري. ونيجي بقى للمعركة اليومية، شغل البيت اللي ما بيخلص. لو حاسة انك طول النهار بتجري ورا الشقة والشقة بتجري منك، مش عارفة ايه كل الجري ده، انا تعبت وانا بتكلم. يبقى لازم نغير التكتيك في العشر ايام دول. القاعدة الأساسية، البيت لخدمتك مش انتي اللي في خدمة البيت. ال15 دقيقة الذهبية اللي بيحافظوا على روقان الشقة قبل ما تنامي. لفي في الشقة بسلة، لمي أي حاجة مش في مكانها، رتبي الرخام
رخامات، فضي الحوض. الربع ساعة دي هي اللي هتخليكي تصحي الصبح على بيت هادي يفتح النفس، بدل ما تصحي على كركبة تسد النفس من أول دقيقة. السجاد تقطمي ظهرك فيه كل شهر والدنيا تكون بتبرق. ركزي على إن لما عينك تقع على مكان يكون راضيكي نظافته، لما المكان يكون مترتب أعصابك هتهدى. وانتي بتعملي الغدا حاولي تخلصي معاه حاجة، تتبلي فراخ الأسبوع مثلا، ما انتي كده كده واقفة، تخلصي المواعين بالمرة. كده هتوفري على نفسك وقفة المطبخ، وهتبقى مرة واحدة بدل ساعات طويلة تسحب من طاقتك النفسية والبدنية. أهم نقطة في الجانب ده التفويض. لو ولادك كبار علميهم يشيلوا طبقهم، يرتبوا سريرهم، يلموا لعابهم، يطبقوا هدومهم. انتي مش سوبر ماما اللي بتعمل كل حاجة، وزعي المهام عشان السفينة متغرقش باللي فيها. وفي ال10 أيام دول عاوزاكي تطبقي ساعة الفصل. يعني ايه؟ يعني في ساعة في نص اليوم حتى لو البيت يضرب يقلب، انتي بره الشفت بتاعك، خدي استراحة محارب واقعدي اشربي قهوتك، اقرأي صفحتين من اي كتاب او الورد بتاعك، او حتى نامي الساعة دي علشان هي اللي هتعملك ريستارت لمخك وتخليكي تقدري تكملي اليوم وانتي رايقة، مش وانتي بتطلعي نار من عينيكي. افتكري دايما الست اللي بتدير بيتها بذكاء هي الست اللي بتعرف تشتري راحة دماغها. الجانب الخامس ترميم نفسك. ازاي تصالحي نفسك؟ المحرك الاساسي لكل حياتك والليلة اللي اتكلمنا فيها دي كلها هي نفسيتك. في ال10 أيام دول عاوزاكي توقفي جلد الذات، بطلي تكوني الجلاد اللي بيحاسب نفسه على كل تقصير، وبطلي تحسي بالذنب لو قعدتي ربع ساعة من غير ما تعملي حاجة. انتي انسانة مش مكنة، ومن حقك ترتاحي، ومن حقك تطلبي المساعدة. عاوزاكي تفلتري افكارك كل يوم قبل ما تنامي. هاتي ورقة وقلم وفرغي فيها كل زحمة دماغك، اكتبي كل اللي شاغل بالك، كل اللي مضايقك، وحتى الحاجات اللي فرحتك. الخطوة دي بتحول جبل الهموم لشوية نقط على ورق، وبتحسسك ان السيطرة رجعت في ايدك. ودوري كل يوم على 3 حاجات عملتيهم صح، طبخة حلوة، كلمة حلوة قلتيها حتى لو لولادك. لما تركزي على إنجازاتك الصغيرة ثقتك في نفسك هتتجدد، وهتحسي إنك قادرة على التغيير. افتكري إنك لو ما كنتيش صاحبة نفسك وحبتيها بعيوبها قبل مميزاتها، مفيش حد تاني هيعرف يحبك صح. ترميمك لنفسك هو إنك تطبطبي على روحك وتقولي لها إحنا ماشيين صح وبكرة أحلى بكتير. ال10 أيام دول مش مجرد وقت وبيعدي، دول فرصة تانية علشان ترجعي تنوري من جديد. انتي دلوقتي معاكي خطة ما تخرش المية، كاملة من روحك لبيتك ومن صحتك لجمالك. وما ننساش الدلع كمان، يعني مفيش أعذار تمنعك إنك تبدأي من اللحظة دي. عاوزة أشوف جيش من الستات القوية في التعليقات، اكتبيلي إيدي بإيدك ويلا نبدأ. ولو نويتي تبدأي معانا خطة ال10 أيام دول، قوليلي إيه أكتر جانب في اللي قلناه لمس قلبك وهتبدأي فيه فعلا. الست اللي بتهتم بنفسها هي الست اللي بتقدر تبني بيت سعيد، والقرار في ايدك انتي. وما تنسيش اللايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يجيلك اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. وشيري الفيديو ده لاختك او صاحبتك اللي حاسة انها عاوزة ترجع تحب نفسها من جديد، وعاوزة اسمع منكم احلى نتائج باذن الله. واشوفكم في فيديوهات جاية كتير اقوى واعمق واقرب لقلوبنا. وسلام.